السلام عليكم. بون خوتي، الفيديو تاع اليوم مهم جدا ليكم ومش غير ليكم وليا ثاني، باسكو قادر يجي يوم من الايام واضيع واتشتت واخسر كل شيء ارى في راسي من برامج وخطط، ويلزم علي ان اعود الى هذا الفيديو واعيد ترتيب الخطط والبرامج وتنظيم وقتي. منها خوتي الموضوع تاع اليوم اللي راح نحكيو فيه خطير جدا، قد يكلفك حياتك وقد قادر تخسر بزاف حوايج اذا ما تطرقتش ليه. المهم خوتي، خلونا نبداو على بركة الله، وسأروي لكم قصتي يا أصدقاء. نعم يا أصدقاء، للعلم كان عندي هذا العام باك، شهادة التعليم الثانوي. نعم يا أصدقائي، عندما بدأنا الدراسة كنت أذهب إلى الدراسة، كنروح نلعب في التليفون، كنخلص نتفرج فيلم يلعب بالو. المهم خواتي، ونرقدو غدوانتي نروح نقرا، وبيان سور نصلي عاود نقرا كل يوم هكا. سما يوم تاعي كان معمر، ما عنديش الوقت باه نقرا ولا نقرا كتاب ولا ندير اي حاجه مفيده في حياتي، الى ان جاء يوم المعدل خاوتي 8. تصدمت في يوم من الايام، قلت نخمم واش هي السبب باينه باللي كنضيع في الوقت. حاولت شغل نقص من تضييع الوقت، ما قدرتش، باسكو ولات عاده فيا نلعب والبالي ودنيا، ولات عاده فيا والعاده صعبه تتغير. ما كانش عندي الوقت باه نغيرها، يعني كان عندي الوقت بصح انا حبيتش نقنع روحي ونكسر راسي باش نغير العاده دي تاع تضييع الوقت. وفي يوم من الايام يا اصدقاء، كنت اتصفح صفحات الانستغرام وتاتي عباره ضربتني بشراره على راسي يا اصدقائي، وكانت هذه العباره مكتوب فيها: اذا لم تتحكم في يومك على طريقتك سيتحكم فيك على طريقته. وفي تلك اللحظه تساءلت كيف استطيع ان ادير وقتي، وكيف يعني أعمل برامج وخطط لأدير حياتي. وبدأت أبحث عن فن إدارة الوقت، عن كتب، أي شيء، فيديوهات. وفي الأخير تطرقت أن كل واحد فينا عليه أن يقول الحمد لله على 24 ساعة التي يكسبها في يومه، لأنه عبارة عن وقت كثير. فإذا حذفنا وقت الصلاة ووقت الأكل ووقت النوم سيتبقى لنا وقت كثير، وذلك إذا عرفنا كيفية إدارته وتنظيمه وأن نسيره بطريقتنا. تأكد أنك الشيء الذي تحلم به ستصل إليه وفي وقت وجيز جدا. وأيضا إذا كنت تشعر بالفشل في أمر معين، أعرف أن السبب يكمن في فن إدارة الوقت، يعني عليك أن تحل المشكلة بأي طريقة. وأيضا إذا كنت ناجح في حياتك وعرفت كيفية إدارة وقتك جيدا، تصل إلى مستوى أفضل من أنت الذي فيه الآن. وصدقني، إذا وصلت إلى مرحلة وأصبحت تقدر الوقت، فأعرف أنك تقدر مستقبلك وأنك في الطريق الصحيح. واليوم أصدقائي، كلنا نعرف كثير من الحاجات تضيع لنا وقتنا، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها التيك توك، سناب شات والانستغرام. فإذا دخلت إلى هذه التطبيقات سوف تضيع 5 أو 6 ساعات بالمجان، وأنتم تعلمون ما الذي أقصده. فكلنا يا أصدقاء نملك 24 ساعة، والسر فقط يكمن في كل شخص وكيف يدير الساعات تاعو. نعم يا أصدقائي، وتأكد فقط أنه لا يوجد شخص في العالم دا منصب أو دا شغل، يعني رئيس، مدير، أو دا مكانة عالية فقط ولا يدير وقته. السر كله يكمن في فن إدارة الوقت، وسوف أثبت لك ذلك يا صديقي. بين راه تجي تسقسيني تقول لي إذا أدرت وقتي بطريقة جيدة ما الذي سوف يتغير في حياتي؟ سوف أقول لك ما الذي سوف يحدث في حياتك. أول شيء، سوف يقل التشتت، يعني يروح لك التخمام خلاص. ثاني حاجة، تعرف قيمة نفسك تولي تحس بلي يومك ما راح شكاك، يعني ملي تكون من قبل يومك تحسو بلي راح في التفاهات والألعاب ودنيا، يولي يومك يعني سما كنت راح ترقد تحس باللي راك درت انجاز عظيم وترقد مرتاح وكلش. ثالث حاجه خاوتي، تجد نفسك قادر على تحقيق اهدافك، وخاصه اذا نظمت وقتك اكثر تجد نفسك على تحقيق اهدافك اكثر. ورابع حاجه خاوتي، تولي مستقر وتزيد تقدمك في حياتك. وخامس حاجه خاوتي، وهي العلاقات الاجتماعيه. بيان سور الناس تولي تشوفك انسان واعي ويقدر وقته. وسادس حاجة، تتعرف باللي أن هناك أشياء تافهة كانت تضيع لك وقتك من قبل، الآن لقد تخلصت منها كلها. وسابع حاجة خاوتي، واللي هي
سوف تجعلك شخص متوازن جدا في حياتك، سواء كنت مع عائلتك أو مع أصدقائك أو في خرجات أو في الرياضة أو في أي مجالات. هم أصدقائي، وهذه كانت بعض فوائد من فن إدارة الوقت. وهنا نكون قد وصلنا إلى السؤال المنتظر، وهو ما الشيء اللازم لكي ندير وقتنا بشكل جيد؟ سوف أقول لكم يا أصدقائي، أول حاجة وهي الترتيب. سوف أعطيكم مثال عن الترتيب، يعني كأنك سوف تنهض اليوم على صلاة الفجر، من الفجر حتى 7 صباحا سوف تقوم بقراءة كتاب أو شيء معين، من 7 حتى 8 راحة، من 8 حتى 10 سوف تفعل أي شيء، تعلم إنجليزية أو أي لغة أخرى، وهكذا. هذا ما نقصد بالترتيب. والشيء الثاني يا أصدقائي وهي ترتيب الأولويات، وعلينا أن نقسمه هنا إلى 4 خانات. أول خانة وهي عاجل ومهم، وهو الشيء الضروري الذي علينا أن نفعله في وقته. ثاني خانة يا أصدقاء مهم وغير عاجل، علينا أن نفعله ولكن ليس بالضرورة في ذلك الوقت، قد نفعله غدا أو غير غدا. وثالث خانة يا أصدقاء تحمل اسم عاجل وغير مهم، يعني أن مثال كان يتصل بك صديقك، قالوا يا صديقي لقد أتى إلينا فلان وأسرع، سوف نتعشى معه وسوف يذهب. مهم يا أصدقائي، يعني عاجل وليس مهم، هذا لا أنصحك أن تفعله. ورابع خانة يا أصدقاء وهي ليس عاجل وليس مهم، لا نفعله أبدا، وعلينا أن نتركه من حياتنا ونمحيه أساسا. رابع حاجة يا أصدقاء وهي الصلاة، والصلاة في وقتها شيء جميل جدا ويساعد على تنظيم وإدارة الوقت. رابع حاجة خاتي وهي إضافة، يعني وضع أهداف صغيرة، ليس كبيرة، يعني وضع أهداف صغيرة يمكن أن تحققها خلال يوم أو يومان أو حتى أسبوع. خامس شيء يا أصدقاء وهو التخطيط، يعني وضع خطط لإدارة مستقبلك. والسادس شيء يا أصدقاء وهو التركيز، وهو أن تركز في عملك بشكل دقيق ولا تضع أي شيء أن يشتتك. وسادس شيء يا أصدقاء وهو إكمال المهمة التي بدأت فيها. هناك الكثير من الناس عندما يصل إلى نص المهمة ينسحبون، وهناك حتى وإذا يتبقى لهم شيء بسيط فقط من المهمة ينسحبون. فلا أنصحك أن تنسحب من المهمة ولا تستسلم أبدا. والشيء السابع أصدقائي وهو أنك لا تسمع كلام الناس، يعني إذا جاء صديقك وقال لك ليس هناك أمل في فعل ذلك الشيء وأنت سمعت عليه، سوف يخرب خططك وسوف يقلب حياتك ومزاجك. وهنا يا أصدقاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وقد استفدتم من هذا الفيديو. نعم يا أصدقائي، وداعا وسنلتقي في فيديو جديد. سلام.